استهل المنتخب الوطني مشاركته في بطولة أفريقيا بمصر بفوز هام رفع من معنويات فرسان الطائرة من أجل المضي قدما في البطولة، حيث لم يكن الفوز على منتخب النجوم السوداء مفروشا بالورود. الحاجة اللي باهية اللي خدمنا لها انه حاولنا ما نعطوش فرصة للخصم باش ياخذ علينا اسبقية معنوية، لانه الفرق الافارقة اللي يعتمدوا ياسر على الطاقة البدنية عندهم نقطة ضعف كبيرة ياسر، هم على المستوى الذهني في ساعة يشكوا في رواحهم وفي ساعة يدخلوا في بلبلة على مستوى التفكير وعلى مستوى تركيزهم. منتخبنا الوطني حسم الشوط الأول لمصلحته ب 25 مقابل 23 نقطة، ثم عاد المنتخب الغاني لمعادلة النتيجة بحسمه الشوط الثاني ب 25 مقابل 18 نقطة، لينتفض لاعبونا ويتمكنوا من حسم الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25 مقابل 15 نقطة و25 مقابل 20 نقطة. أول شيء مبروك لجمهور الليبي، هذه أول مباراة والحمد لله ربنا وفقنا وانتصرنا فيها وخذينا 3 نقاط. المنتخب الغالي ما كانش ند سهل، حق في الشوطين الأولين استسهلنا المباراة وأعطيناها أقل من حجمها، لكن الحمد لله ردنا نرجعوا بها ونجيبوا نتيجة المباراة ونفرحوا الجمهور. الشوط الأول نهاية الشوط الأول صار لنا ارتخاء أثر علينا في بداية الشوط الثاني، لكن الحمد لله الفريق فاق وصحى من جديد، وإن شاء الله يا رب يوفقنا في باقي مشوارنا في بطولة أفريقيا. الحمد لله يا رب. صاحب ذهبية العرب في الدورة العربية التي أقيمت بالجزائر رفع من سقف طموحاته في أقوى البطولات بالقارة السمراء.